السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب ان شاء الله بخير. طبعا اليوم ويانا درس جديد، ادوات سطح المكتب، تزيين سطح المكتب. مثل ما تشوفون سطح المكتب مالتي هذه كلها برامج. طبعا من الولد طلبوها من عندي اصدقائي جماعتي، فقلت لهم ان شاء الله انزل لكم فيديو مثل ما وعدتهم، راح انزل لكم فيديو على اليوتيوب قناتي ان شاء الله بيعجبكم. طبعا هذا الفيديو اخر فيديو ان شاء الله انزله، لان راح اترك النت بسبب الدراسة مالتي. راح اداوم السنة الجاية ان شاء الله واترك النت. ان شاء الله وراها القيكم بخير وبركة ان شاء الله. فنجي نبدأ على بركة الله، نشوف البرامج الموجودة. اول شي شباب النار مال الماوس، مثل ما تلاحظون شباب طبعا النار هاي مال الماوس. النار هذا برنامج، هذا البرنامج راح ارفعه لكم. هذا تفتحون الضغط عنه من الويبار، مثل ما لاحظتوا هذا نزل البرنامج. تصيب عادي تنصبونه تفتحونه وان شاء الله يشتغل طبيعي. طبعا تفتحون من دون هنا هذا، تروحون على سيركل على فلور، تحطوها كلها فاير بوم، كلها فاير بوم، تحطوها ابلاي واوكي. ان شاء الله يشتغل عندكم البرنامج. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية يا شباب عيون هاي الماوس، هاي تراقب الماوس. هاي العيون اللي موجودة بنظام الانونيموس، هذه العيون شوفوها تراقب الماوس. ايضا البرنامج هذا تنصبونه، تفتحون الضغط عنه وتنصبونه تنصيب عادي. ادوات، هذه الادوات مثل ما تشوفون هاي الادوات موجودة قدامكم، هم تفتحوها تفك الضغط عنها وشوفوا اياها. هذه الادوات نزلت، اي اداة تختارونها انتم ولا اشوف هذه الادوات. مثل ما تشوفون حبايب، نشغل اول اداة شوفها، نعطيها ستر، نعطيها ريد بلاك. اشتغلت هذه الاداة ساعة. الادوات الباقية هاي موجودة قدامكم، نشغلوها شوفوها. هذه مشتغلة هذه الاداة نفسها، هاي موجودة. شوف هاي الاداة الثانية، هذه نزلت اداة مع التاريخ. شوف هاي، وهذه الاداة عندك الفيول جلاسز. هاي فيول جلاسز، هذه الاداة الشفافية، شفافة للويندوز. شوف هسه اذا نطفي هاي النافذة، نطفي الاداة، شوفوا الجلاسز هيك. هذه الاداة موجودة نطفيها. طبعا هذه ما تطلع عندي هنا، ما تطلع هنا، ما تطلع هنا. انا مسوي تطلع بروكس هيك، فطفيها من بروكس هيك. اللي ما عنده بروكس هيك هذا البرنامج يطفيها من هنا، يلقاها بس كليك ايمن وعلى اكتت ويطلع منها طفيها. ندخل على البرنامج، شوف هسه شلون طلع الثيم اسود. اذا شغلها تدخل بالنافذة، تدخل بالنافذة من جديد. هاي اشتغلت ويا الاداة، تدخل بالنافذة راح تطلع شفافة مثل ما تلاحظون شباب. شوفوا طلعت شفافة حلوة جميلة كلش. عندك هذه الاداة، هذه الاداة مال الشاشة والويلكم. عندك بالويندوز، تدخل الويندوز يطلع لك الشاشة هاي. شو تخليها صورة تحب تخليها مثل ما تلاحظون شباب. هسه هذه قدامك، اي صورة تخليها تحب تخليها خليها، ودوس ابلاي وارجع على التحميل. نشوف هسه الصورة هاي راح اخليها، راح اخلي صورة من ملعب الصورة هاني.
شوف الصورة حلوة. شوف هذه الصورة اللي عندي، مثلا خلينا ننزل جوالي وابلاي، تنتظر شوية لحد ما يحمل هذا التحميل. خلاص التحميل، تقول له نو، مجرد تقول له نو وتسد البرنامج وتشغل الطاقة الحاسبة يطلع لك هذه الواجهة. نشوف بعد شنو الموجودات، مؤثرات، برامج مؤثرات. هذا البرنامج حلو كلش، شلون الكرة الأرضية يطلع لك الحاسبة لما تختار الكرة الأرضية، حلو كلش حلو. شلون النجوم، البرنامج مال شركة الأيقونات، هذا البرنامج طبعا هواي طلبوا من عندي، هذا البرنامج وهذا البرنامج اللي فوقه لأنه مودات يعني تنصبون تنصيب عادي. بس انصحكم شباب قبل لا تسوون الثيم، طبعا هواية اجوني قالوا لي الثيم ما قاعد يتنصب. الثيم اذا ما يتنصب لازم تسوي تعديل للويندوز. شوف نظامك ايش قد 64 او 32 دائما مرات يكتبون عليه 86 32 86 يعني معناته، وال 86 معناته 32. ال 64 شوفوا 64 تحدد يا نظامك وتسوي له باتش الويندوز، تدخل عليه على 32 تدوس اوكي، تدوس يس، يطلع لك هنا باتش. اذا انت ما مسوي تعديل الويندوز تدوس على باتش وتدوس اوكي كله لحد ما اخر وحده يطلع لك باتش، تدوس اوكي تدوس يس ترسم نصب الثيم احتيالي. هاي النقطة شباب كلش مهمة عندكم. هذا البرنامج حلو كلش. هذا البرنامج يغير لك الايقونة ستارت، هذا الايقونة شوفوها مثل ما تلاحظون، هذا الايقونة اللي تلاحظون يغيرها ايقونة ستارت. تدخل هنا تبي انت تحط ايقونة يعني انت تغيرها. انا عندي صور انا اغيرها. بس يا شباب هذه راح احط صورة هذه هغير الصورة، راح عندكم صور انا موجودة. اللي احطها مثل ما شفتوا شباب تحولت. شلون صارت؟ ممكن مثلا نخلي هذا التركية صورة مثلا نحط تدخل عزب تخلي اي صورة من عندك تختارها، لازم تكتب التاج لازم تكتب اي اسم من عندك وتختار اي صورة تكتبها. تختار هذه الصورة تخليها واحدة، تختار هواي ترتيبات عندك جوالات ترتبها ويسير غيرت. راح تغير هسه تحطي هاي الصورة بس ابلاي غيرت. غير الشاشة مثل ما شفتوا شباب، غيرت الشاشة صارت الصورة اللي جبناها احنا. إذا ترجعها على بلاي على المور كلاس سبورت اوكي، تروح على الصورة اللي رقم 8 مثل ما شفتوا الشباب راح تتغير الصورة اللي موجودة هنا. هذا كلش حلو هذا البرنامج. والله في برامج بعد هذا ان شاء الله راح اعطيكم اياها، برامج جميلة ماشي قدامكم ماشي. اتمنى لكم الموفقية حبايب قلبي، ومثل ما قلت لكم ان شاء الله هذا اخر فيديو اروحها، واسف جدا اذا غلطت حديثكم بالتوفيق والسلامة.